إحدى أكبر محافظات الصعيد والوجه القبلي، الذي كان يتطلع أبناؤه إلى إنشاء جامعة لسد حاجة تلك المنطقة التي تمتد إلى أكثر من 900 كيلومتر جنوب الوادي من التعليم العالي، حيث لم يكن موجودا قبل ثورة يوليو عام 1952 أي معهد عالي. فنادت الثورة بإنشاء جامعة أسيوط التي كانت حلما روى ظمأ تلك المنطقة المتزايد للعلم، وها هو الحلم قد تحقق. يرفرف عليها علم أبيض يرمز لونه إلى مصر العليا عند الفراعنة، يقطعه بالميل شريط ذهبي بلون أشعة الشمس، وتتوسطه شارة الجامعة بقرص الشمس الذي يشع بضوئه على اسم جامعة أسيوط. وتضم الجامعة عددا من المباني الهامة والرئيسية، يتصدرها مبنى إدارة الجامعة بمكاتبه الرئيسية وإدارته المركزية، وقاعات المؤتمرات التي تضم قاعة الاحتفالات الكبرى وتحمل اسم الأستاذ الدكتور محمد رأفت محمود وتسع حوالي 1000 شخص، وقاعة أخرى تسع حوالي 500 فرد، وقاعتين للمناقشة والمؤتمرات محدودة العدد وتسع كل منهما حوالي 180 فردا، إضافة إلى قاعة أخرى تسع 50 شخصا. تخدم هذه القاعات مجموعة من صالات الاستقبال والخدمات والطعام. أما دار الضيافة فتشتمل على 68 غرفة و4 أجنحة، وهي مجهزة على أعلى مستوى لإقامة 500 شخص من ضيوف الجامعة والوفود العلمية والرياضية. القرية الأولمبية إحدى المنشآت الرياضية الهامة، تشتمل على ملعب قانوني لكرة القدم مزود بمدرجات تسع حوالي 9000 مشاهد بمقاعد لا تتأثر ألوانها وطبيعتها بمتغيرات الجو، وهو محاط بمضمار السباقات من 8 حارات مع وجود مقاطع لرمي القرص والجلة والمطرقة والرمح، وحارات حفر الوثب الثلاثي والطويل والعالي، وكذلك تجهيزات لسباق الموانع، إلى جانب ما يضمه من مبان تضم وحدات التدريب على الأنشطة الطلابية والمرافق المكملة الأخرى. أما المقصورة الرئيسية فهي مزودة بمصعد، ويضيء الاستاد وحدات إضاءة عالية المقاييس، وشبكة تليفونات وأماكن للإعلان والبث المباشر. وتتكون مجموعة الملاعب المغطاة من الصالة الجديدة التي تضم مدرجا يسع 1500 مشاهد، وهي متعددة الأغراض لممارسة رياضات كرة اليد وكرة السلة والكرة الطائرة، ويمكن استخدامها أيضا في كرة الريشة وكرة السرعة وإقامة العروض الرياضية وكرة القدم الخماسية، وهي مكيفة الهواء ومزودة بلوحة نتائج إلكترونية، وأرضيتها من التريفليكس، وحوائطها عازلة للصوت، وتم تجهيزها بتوصيلات للاتصالات والإذاعة الداخلية. هذا بالإضافة إلى صالة الألعاب المركزية المغطاة القديمة، وهي تمثل مركز إدارة الأنشطة الطلابية، وتشتمل على مسرح متكامل الوحدات، وقد تم تجديدها بالكامل وتزويدها بالصوتيات ولوحة إعلان النتائج الإلكترونية. أما مجموعة الملاعب المفتوحة فتضم عددا من الملاعب متعددة الأغراض لإقامة مباريات كرة السلة واليد، والأرضيات من الترتان، ومزودة بمدرجات مشاهدة، ومجهزة بأحدث النظم الصوتية والضوئية. وتضم منشآت الجامعة أيضا مجمع السباحة الأولمبي الذي يتكون من حمام رئيسي بأبعاد 25 مترا في 50 مترا، يصلح لكافة سباقات السباحة ومباريات كرة الماء
واستعراضات البالون المائي، وهو مزود بوحدة إضاءة لإمكانية التصوير ليلا، وحبال لكسر موجات الماء، ومكعبات بدء أولمبية، كما يضم حماما آخر للتدريب والإحماء بمقاييس 12 مترا في 25 مترا. كما يضم المجمع وحدة غطس متكاملة ذات مستويات متدرجة الارتفاع وفقا لمستجدات القانون الدولي، بارتفاعات 5 أمتار، 7 أمتار ونصف، و10 أمتار، وكل مستوى مزود بسلمين متحركين. ويسمح برج الغطس بإقامة مسابقة الغطس التوقيعي، ويعد المجمع الثالث على مستوى الجمهورية من حيث المستوى والتقنية والإمكانات، وتم تزويده بلوحة نتائج إلكترونية وتقنيات تسمح بتنظيم سريان الماء في حالتي التعبئة والتفريغ، وفلاتر ذات مكونات كيميائية لضمان نظافة المياه، إضافة إلى مجموعة من الخدمات المكملة، منها قاعات للمناسبات واستراحات وغرف إقامة. أما مجمع التنس فيضم مجموعة من الملاعب، منها ملعبان رئيسيان للمباريات بمدرجات مشاهدة، وملعبان للتدريب، إلى جانب العديد من المرافق الخدمية بالمجمع، وكذلك عدد من المراكز الخاصة للياقة البدنية التي تتيح فرصة الإقامة المريحة والاستفادة الكاملة من إمكانيات المدينة الرياضية الموجودة داخل نطاق الحرم الجامعي بما يوفر الوقت والجهد. وإلى جانب هذه المنشآت الرياضية الهامة تضم الجامعة عددا من المنشآت التعليمية المتميزة، منها مجمع مدرجات كلية الحاسبات الذي يضم 5 مدرجات بسعة إجمالية تبلغ 1000 طالب، ومجمع كليتي التجارة والحقوق والذي يضم 9 مدرجات يسع كل منها 300 طالب للإسهام في حل مشكلة الأعداد الكبيرة في بعض كليات الجامعة. وفي إطار اهتمام الجامعة بصحة المرأة في صعيد مصر وتوفير الرعاية المناسبة لها، فقد أنشأت مركز صحة المرأة الجامعي بطاقة 450 سريرا، والذي يهدف لرفع مستوى المرأة الصحي واستيعاب 15,000 حالة ولادة سنويا. ويشتمل المركز على العيادات الخارجية والقسم الداخلي الذي يضم وحدات مثل الولادة والسونار والإخصاب المساعد والعمليات ووحدة العناية المركزة والمتوسطة. كما يضم المركز قسم الاستقبال الذي يستقبل الحالات الطارئة على مدى 24 ساعة. وبالمركز أيضا وحدة لرعاية الأطفال حديثي الولادة تضم 46 حضانة وأحدث الأجهزة الخاصة لمتابعة حالات هؤلاء الأطفال، ومنها أجهزة التنفس الصناعي. وإلى جانب هذا المركز أنشئ مستشفى للأطفال بجامعة أسيوط ليكمل مسيرة التنمية الصحية للمرأة والطفل معا، وتبلغ طاقته 450 سريرا، ويشتمل على وحدة تأهيل الطفل المعاق ذهنيا وبدنيا، والعيادات الخارجية لطب وجراحة الأطفال والاستقبال، إضافة إلى عدد من الوحدات المتخصصة وقسم لجراحة الأطفال يتكون من 6 غرف عمليات خاصة وغرف عمليات القلب المفتوح وعمليات جراحة المناظير العلاجية، إضافة إلى غرفة مناظير تشخيصية وقسم للعناية المركزة. وإضافة لخدماتها المتنوعة قامت الجامعة بتأسيس مركز الفطريات كأول مركز للتنوع البيولوجي وتصنيف الفطريات وتزويد الباحثين بمزارع الفطريات وتبادلها مع المراكز الدولية للفطريات. وتعد شبكة معلومات الجامعة من أكبر الشبكات بالجامعات المصرية، وتبلغ طاقتها 3500 خط موزعة على مختلف كليات ومرافق ومراكز وإدارات الجامعة. ولتلبية احتياجات أعضاء هيئة التدريس في المناسبات المختلفة قامت الجامعة بإنشاء صالة الأفراح الجديدة بنادي الجامعة على أحدث طراز معماري،
كإضافة للخدمات الاجتماعية التي تقدمها الجامعة لأبنائها.
وهكذا نجد أن جامعة أسيوط أصبحت مؤسسة تعليمية متكاملة تقوم بدورها في جنوب مصر من أجل قاعدة عريضة من الطلاب تساهم في سد حاجتهم العلمية والثقافية والفكرية لإعداد جيل يساهم في رفع اسم مصر وازدهارها في كل المجالات.